الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها دعوته لبني إسرائيل إلى عبادة الله عز وجل وإكرام الوالدين والإحسان إليهم، والإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين، وأمرهم بقول الحسن: وقولوا للناس حسنا، وأمرهم بالصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فتولوا وأعرضوا ولم يستجب لذلك منهم إلا القليل. والشاهد من ذلك أن الله أمرهم بدينه الشامل لأداء عبادته، والشامل لمكارم الأخلاق التي ما من ملة من الملل ولا زمان من الأزمنة إلا والله سبحانه وتعالى جعل ذلك، أي مكارم الأخلاق، وجعل إقامة دينه وشرعه هو الذي خلق العباد من أجله. أيها الناس، إن توحيد الله ومكارم الأخلاق سيان لا يفترقان في هذه الآية وفي غيرها. فالله الذي دعا إلى توحيده وعبادته دعا إلى مكارم الأخلاق الشامل لطاعته وحسن خلق العباد مع العباد. قال الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقارن حسن الخلق ومكارم الأخلاق مع توحيده سبحانه وتعالى وعبادته. وقال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا أمر الله به، أمر الله بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف، وهذا إحسان إلى المخلوقين شامل للمخلوقين. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل هذه الأدلة تدل على اقتران طاعة الله وعبادته بحسن الخلق مع عباده. ألا وإن حسن الخلق يشتمل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يشتمل على الدعوة إلى الله وعلى العمل الصالح وعلى الصدع بالحق والثبات على دين الله عز وجل. وقال إنني من المسلمين، وبيان تميز الحسنة عن السيئة ومعرفة ذلك. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، واشتمل على الدفع بالتي هي أحسن، دفع المسيء والباغي والمعتدي والمفتري وغير ذلك بالتي هي أحسن، وأن ذلك من جوالب المحبة ودوافع مكايد الشيطان. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله بعد هذه المذكورات: وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي لا يلقى هذه الصفات الحميدة والأخلاق الجميلة وتلقي هذه الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى إلا من صبر على ذلك، فإن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. وأيضا من كان على هذا الحال هذا له حظ عظيم من الله، هذا توفيق. وقال الله عز وجل: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صفات عظيمة وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الصفات لا يوفق لها إلا من وفق لخير كبير، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الحياء: الحياء خير كله وهو من مكارم الأخلاق. الحياء لا يأتي إلا بخير وهو من مكارم الأخلاق. صفات كثيرة في الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن عائشة: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. يعمران الديار يزيدان في الأعمار. فتأمل وقارن بين هذا الحديث وقول الله: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. معناه على أنه إن وفق لحسن الخلق ومكارم الأخلاق فقد كان صاحب حظ كبير، أعطي حظه من الرفق، أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يستفيد من ذلك على أن دياره معمورة بالخلق مكارم الأخلاق مع أسرته مع جاره مع القريب والبعيد مع أخيه مع زميله وصاحبه، معمور مستريح. ما أجمل مجالسة حسن الخلق كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بحامل المسك. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح
وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. جليس صالح صاحب خلق حسن تستفيد من خلقه وأدبه وسلوكه وسمته وتعليمه وهديه وغير ذلك مما هو من شأن الجليس الصالح. فالجليس الصالح فجليس السوء إما أن يحرق ثيابك كما جاء في الحديث حامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. حامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسك، والمسك أطيب الطيب كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن حسن الخلق إن مكارم الأخلاق بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتميمها، سواء هذا الخلق مع رب العالمين بالأدب معه وحسن عبادته وتوحيده والتوكل عليه والثقة به، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتوقيره وإجلاله وتقديم قوله وفعله على سائر الأقوال والأفعال. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مع عباد الله هذا حظ عظيم، حسن الخلق حظ عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميل هذه الحظوظ العظيمة لهذه الأمة الكريمة، فإنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤمن بالله واليوم الآخر كما وصفها الله عز وجل في الآية المذكورة كنتم خير أمة إلى آخرها. روى أحمد في مسنده فقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، على المعنى المذكور من إقامة دين الله وشرعه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. هذه هي إقامة الدين. إقامة الدين إقامة شرع الله وعدم التفرق فيه، ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعون إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إن مكارم الأخلاق لتجعل الإنسان يزداد خيرا على خيره. لا تظن أن الأمم الماضية ما كان فيهم مكارم، ولكن هذه الملة هي أجمل ملة وأعظم ملة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتميم تلك المكارم التي وجدت فيهم. وهكذا حتى عند الجاهلية توجد بعض المكارم، من كانت فيه تلك المكارم واستقام على دين الله ازداد كرما إلى كرمه وشرفا إلى شرفه وعزا إلى عزه ومكانة إلى مكانته، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا على الإطلاق. قيل ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك يا رسول الله. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا هو. عن معادن العرب هذه معادنهم، هذه أصولهم. فمن كان خيرا في الجاهلية صاحب خلق كريم، صاحب مكارم أخلاق من كرم وشهامة ومروءة وحسن خلق، فإنه إذا فقه ازداد كرمه وازدادت مناقبه وثبت الإسلام والسنة والهدي النبوي ما عنده من الخير وزاده توثيقا لذلك.
توثيقا وتثبيتا، فإن الإسلام لا يزيد الخير إلا خيرا. إن مكارم الأخلاق لأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، يوم تثقل الموازين وتخف، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيها المسلم، احرص على ثقل ميزانك بتوحيد الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبإقامة شرعه ودينه في سائر الشؤون. ومن ذلك مكارم الأخلاق مع عباد الله، القول الحسن الذي أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه وقاية من الشر. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فأبان الله أن الخلق الحسن والكلام الحسن واختيار اللفظ الأحسن، فعندك كلمتان حسنة وأحسن، اختر الأحسن واصمت واقبض على فمك عن ما عدا ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. هكذا أبان رسول الله كما يرادف الحديث الآية إن الشيطان ينزغ بينهم. فوقاية عظيمة من الشر حسن الخلق، ولهذا كان أثقل شيء في الميزان، كما ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البريء. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أيها الناس، إن مكارم الأخلاق لهي تزن درجة الصائم تعديل درجة الصيام والقيام، كما ثبت عند الترمذي وغيره عن أبي الدرداء وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، مهما كان صيامه وقيامه، وهذا يقيم حسن الخلق سيدرك ذلك بخبر رسول الله الصادق المصدوق. نعم، فتلك نافلة، يعني بالصيام القيام النوافل، تلك نافلة. وحسن الخلق وقاية من الشر. حسن الخلق لازم على كل مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حسن الخلق وقاية من الشيطان ونزغاته. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، ذلك لأن الغضب ربما يؤدي إلى سوء الخلق، ربما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والفتنة وانطلاق الألفاظ الشديدة التي تسبب الشر بين المسلمين وتدعو إلى الفرقة والشحناء والعداوة والبغضاء. لا تغضب. إن حسن الخلق هو من البر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمتم فضيلة البر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. وحسن الخلق أيضا دليل عظيم على البر ودليل على كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فأكمل المؤمنين وأفضل المؤمنين وأبر المؤمنين من كان صاحب خلق حسن، أكمل المؤمنين إيمانا. حسن الخلق بر وتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كما أنك ملزم بالتقوى ملزم أيضا بتكفير السيئات إذا حصلت منك بالتوبة والاستغفار والأعمال الماحيات للذنوب، وهكذا مخالقة الناس بخلق حسن، القريب البعيد العدو الحميم كل ينزل في منزلته، وكل لا يخرج عن هذا الإطار بقدر ما يستحق. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. هذا أمر يحبه الله
أمر يحبه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما في البخاري: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم يشتمل على الصبر ويشتمل على حسن الخلق، وهكذا التأني والصبر والتريث وأخذ الأمور بتؤدة. أخذ الأمور بتؤدة. إن حسن الخلق لا يؤهلك أيها المسلم أن تكون أحب الناس إلى الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أقرب مجلس منه يوم القيامة. ولقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى من الجنة. الوسيلة لا تنبغي إلا لأحد أرجو أن أكون أنا هو، كما ثبت عند الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، أي كثرة الكلام في غير ما يرضي الله، المتشدقون أي المتفيهق المتكلف الكلام بغير احتياج، المتكبرون. هؤلاء أبعد، أصحاب الخلق السيء وكثرة الكلام في غير ما يرضي الله. لك ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسنت خلقك أنك في أعلى الدرجات من الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة عند الترمذي حسن قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أطرافها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنا زعيم ببيت في ربض في وسط الجنة لمن حسن، أو قال في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ضمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجدال وإن كان محقا، والمراء وإن كان مازحا، وفي أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذه ضمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة موفقة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن حسن الخلق يؤهل الإنسان، حسن الخلق ومكارم الأخلاق، لدخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وإنك أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ونسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ومصطفاه، وأصلي وأسلم عليه وعلى أصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن هذا أمر الإخلال به خطر، والقصور فيه ضرر، وتعمد خلافه هلكة، يسبب بين العباد الشر بشتى أنواعه وصنوف أساليبه، ويدخل عن طريقه الشيطان، ويتفرق بسببه بنو الإنسان وأهل تقوى الله والإيمان، حتى وإن كانوا مؤمنين وأخلوا بهذا الجانب، فإن الإخلال بهذا الجانب ضرر كبير عليهم. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا هي من حواجز الشر عن الناس، والبعد عنها يعتبر من حسن الخلق واقترافها من سوءه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب لما يدعو إليه من سوء الخلق، ونهى عن التناجي بين اثنين لما يدعو إليه من حصول شيء في الصدور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه فيكلف ذلك إلى ما يخرج من اللسان وإلى الافتراق. ونهى عن التهاجر، لأن ذلك يسبب سوء الخلق والشحناء. لا يهجر أخاه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، وكان خلقه القرآن، فمن أراد حسن الخلق يأخذه من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أن سعد بن هشام قال يا رسول قال لها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت فإن خلقه القرآن، أي يطبق القرآن. هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أعظم الخلق. من كان خلقه القرآن هذا أعظم الخلق. ولهذا قال الله عز وجل عن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، لأنهم كانوا يقولون إنه مفتون أو فيه الفتنة. قال الله عز وجل فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون، وأثنى عليه وعلى خلقه وزكاه. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان أحسن الناس أخلاقا. أحسن الناس أخلاقا. وقال أنس ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ديباج ولا حرير. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجارية الصغيرة تأخذ بيده إلى سكك المدينة أو الأمة تذهب معها للنظر في حاجته. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على من يمسك رداءه يمسكه ويقول اعطيني من مال الله لا من مال أبيك. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذي يريد أن يستأذن في الزنا، يا رسول الله إذن لي في الزنا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم أدنوا فيدنوا. هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه تحبه لأختك؟ هل تحبه لعمتك؟ هل تحبه؟ إلى آخر الحديث يقول لا والله يا رسول الله، لا والله يا رسول الله. خطاب لين، وإذا به يرجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمان وطهارة صدر وعفة وصيانة. خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه حين تكلم في الصلاة فالتفت إليه هذا وهذا يسكته هذا، قال واثك الأمياه ما للناس وتكلم الصلاة. قال فبأبي هو وأمي والله ما كهرني ولا شتمني، وإنما قال